قصتنا بتبدأ في غابة في أيرلندا مع شاب اسمه جون بيجري زي المجنون ونفسه مقطوع وعرقان ووشه كله تراب وبيبص وراه كل شوية وهو مرعوب ومش فاهم هو بيجري من ايه، وكل ما يعدي قدام يافطة خشب بيلاقي مكتوب عليها نقطة اللا عودة، وجون بيحس ان في حاجة غلط وان الغابة دي مش طبيعية ومش هيوصل لأي مخرج مهما يجري، وبيحاول يقف ياخد نفسه وبيبص حواليه وهو حاسس ان في حد بيراقبه، وبيرجع يجري تاني بيلاقي شجرة فبيطلع عليها يمكن يلاقي حل، وبيتزحلق من عليها وبيقع على وشه وبيصرخ بكل قوته وبيحاول ينادي على اي حد يلحقه بس صوته مش بيكون طالع، وفجأة بيحس بقوة خفية ماسكة في رجله وبتسحبه بكل عنف في الضلمة. جون بيصرخ صرخة تقطع القلب وبيختفي مرة واحدة ولا كأنه كان موجود. المشهد بينقلنا مع بنت اسمها مينا عايشة لوحدها ونفسيتها في الأرض ومكتئبة ومش طايقة الدنيا كلها بسبب إنها كانت بتتخانق مع أمها قبل ما تموت في حادثة عربية، وأختها لوسي لسه عايشة بس وشها باين عليه أثر من الحادثة. مينا شغالة في محل حيوانات والمدير بتاعها بيطلب منها تاخد البغبغان وتوديه لبيت صغير بعيد في نص الغابة، ودي نفس الغابة اللي جون اختفى فيها من شوية. مينا بتوافق وهي مش في دماغها حاجة غير إنها تخلص الشغلانة وترجع بسرعة، وبتطلع بالعربية وهي بتتكلم مع البغبغان وبتدخل طريق الغابة وبيكون مقطوع ومفيش فيه ولا شبكة ولا بني آدمين نهائي، والهدوء حواليها بيخوف أكتر ما هو بيطمن. فجأة العربية بتفصل منها من غير أي سبب. مينا بتحاول تشغلها تاني بس المشكلة إنها مش بتشتغل نهائي، قلبها بيبدأ يدق بسرعة وبتحس إن في حاجة غلط، وبتنزل من العربية وقلبها في رجليها من الخوف وبتبلع ريقها بالعافية وبتنادي على أي حد يلحقها، بس المشكلة مفيش رد نهائي ولا كأن العالم كله مات ومفيش غيرها. بتيجي ترجع للعربية تاني ولكن الصدمة العربية بتكون اختفت ولا كأنها كانت موجودة أصلا، وهنا بتحس إن روحها هتطلع منها من كتر الرعب، وبتقف مكانها ومش عارفة تعمل إيه، وبتحس إن الدنيا بتلف بيها ومش فاهمة هي فين ويا ترى إيه اللي مستنيها في الغابة دي. وفجأة مينا بتتفاجئ بست عجوزة قدامها بتكون بتجري وهي مرعوبة وشعرها منكوش ووشها كله رعب، وبتبص وراها كل شوية كأن في حاجة هتموتها. مينا بتنده عليها وبتجري وراها وهي بتستغيث بيها بس الست ما بتردش غير لما بتوصل عند الكوخ في وسط الغابة. الست بتفتح باب الكوخ بسرعة وبتقولها ادخلي قبل ما يفوت الأوان. مينا بتدخل الكوخ وهي نفسها مقطوع وقلبها هيطلع من صدرها من كتر الخوف، وبتتفاجئ ان في تلاتة جوه الكوخ، ست اسمها منديلين وبنت اسمها كايرا وولد اسمه دانيال، وكلهم وشهم اصفر من الخوف والرعب. مينا بتحاول تفهم هو في ايه. منديلين بتقولها اقفلي بقك واسكتي خالص. مينا بتقف قدام المراية في الكوخ وبتحاول تهدي نفسها، وفجأة بتسمع تسقيف على الايد بصوت عالي جدا جاي من بره. الصوت ده رعبها اكتر ما هي مرعوبة. مينا بتقولها بصوت واطي اسكتي علشان المراقبين بره، الليل بيعدي عليهم تقيل زي الرصاص. مينا مش عارفة تنام وكل شوية تسمع صوت حركة حوالين الكوخ، وبتحس كأن الدنيا بتتهد بره والكوخ هيتكسر عليها في أي لحظة. وأول ما الصبح بيطلع منديلين بتقولها دلوقتي تقدري تطلعي وتخرجي براحتك علشان المراقبين ما بيطلعوش في النور. مينا ما بتصدق وبتطلع معاها وهي مش فاهمة حاجة، وبتقول في نفسها يا رب يكون ده كابوس واصحى منه. كايرا بتبدأ تحكي لها إنها جت هنا مع جوزها جون لما كانوا تايهين في الغابة، وفجأة جون اختفى مرة واحدة قدام عينيها. مينا أول ما بتسمع اسم جون قلبها بينبض بسرعة وبتحس إن أيامها في المكان ده مش هتعدي على خير. مينا وهي ماشية بتلاحظ حفرة غريبة في الأرض بتحس إنها فيها حاجة مش طبيعية جواها. بتجري على دانيال وبتطلب منه ينزلها بالحبل علشان تعرف الحفرة دي فيها إيه. دانيال بيحذرها وبيقول لها خليكي دايما تحت الضوء وما تتحركيش في الضلمة. مينا بتنزل بالحبل وبتكون خايفة وقلقانة وحاسة إن الحفرة دي ممكن تكون آخر مكان تنزل فيه، وبتولع نور من معاها وبتبدأ تبص حواليها وبتلاقي كاميرا موجودة كأن حد كان بيراقب المكان ده قبلهم، وبتلاقي خروف صغير وبتترعب منه جدا لأنه بيطلع منه صرصار، وبتلاقي عجلة مركونة في الحفرة. ومينا بتقرر إن هي تاخدها ودي بتكون أول غلطة هي عملتها. وفجأة بتسمع صوت حركة وراها، بتلف بسرعة بتلاقي كائن مرعب طالع من الضلمة وإيده فيها 6 صوابع. مينا بتزعق بعلو صوتها وبتنادي على دانيال يلحقها، ودانيال بيسحب الحبل بسرعة وبتطلع في آخر لحظة، وبيرجعوا الكوخ وهم مرعوبين وحاسين إنهم اتكتب لهم عمر جديد وإن اللي شافته تحت الأرض مش هيطلع من دماغها بسهولة. مينا بتركب الكاميرا اللي أخدتها من الحفرة على باب الكوخ علشان يشوفوا لو حد جه بره، وما بيعديش ثواني وفجأة حد بيخبط على الباب. مينا ودانيال وكايرا بيتجمدوا مكانهم من الخوف، والكاميرا بتجيب رجلين اللي واقف قدام الباب، وفجأة بيسمعوا
بيسمعوا صوت جون. كايرا أول ما بتسمع صوته عينيها بتلمع من الفرحة وبتجري ناحية الباب. مندلين بتمسكها بسرعة وبتقول لها ده مش هو. كايرا بتصرخ فيها وبتقول لها سبيني ده جوزي. مندلين بتقول لها ده واحد من المراقبين وبيحاولوا يخدعوكم علشان يدخلوا هنا. مندلين بتقترح عليها وبتقول لها لو عاوزة تتأكدي اسأليه عن أي حاجة محدش يعرفها غيركم انتوا الاتنين. كايرا بتسأله والكائن مش بيعرف يجاوب، فبيعرفوا ان هو كائن من الكائنات المراقبة وكان جاي علشان يخدعهم ويدخل. وفجأة الكائنات بتهجم على اللي واقف بره وبيموتوه لما بيلاحظوا ان خطتهم ما نجحتش. وفي نفس اللحظة الكائنات بيشدوا سلك الكاميرا بعنف علشان تبوظ خالص والصورة تتقطع. تاني يوم الصبح مندلين بتاخد العجلة وبترجعها مكانها في الحفرة علشان الكائنات ما يطلعوش عليهم تاني. وفجأة الكائنات بيسحبوا العجلة بسرعة رهيبة كأن في قوة خفية بتشدها لجوه في الضلمة، وبيحصل خناقة ما بينهم، ودانيال وكايرا بيقفلوا باب الكوخ عليهم وبيسيبوا مينا ومندلين بره لوحدهم، وبيلاقوا نفسهم في نص الغابة والليل بيليل والضلمة بتاكل في كل حاجة حواليهم. رجليهم ما بتكونش شايلاهم من الخوف وقلبهم بيدق بسرعة من الرعب علشان عارفين ان الكائنات هتطلع عليهم في اي لحظة، وبيجروا يستخبوا في الضلمة وبيحاولوا ما يطلعوش اي صوت. وفجأة الكائنات بتطلع عليهم وبيكون شكلهم نحيف وطويل ومرعب واجسامهم غريبة وحركاتهم مش طبيعية، وبيفضلوا يدوروا عليهم في كل مكان زي الملهوفين. مندلين ومينا بيكونوا مستخبين وكاتمين نفسهم خالص، وبعد شوية الكائنات بيروحوا يدوروا عليهم في مكان تاني. ساعتها مندلين ومينا بيطلعوا يجروا ناحية الكوخ وبيحاولوا يكسروا الباب علشان يدخلوا، واول ما بيدخلوا بيلاقوا ان الكائنات هتكسر عليهم الباب من بره. الخشب بيبدأ يترزع عليهم وصوت الخبط بيخلي اعصابهم ودمهم هينشف من الخوف، وبيلاقوا باب في الارض وبيحاولوا يفتحوه بالعافية لحد ما بينزلوا فيه، وبيلاقوا تسجيلات لشخص اسمه روي، وده اللي كان قبلهم هنا وكان بيقدر يتعامل مع الكائنات. وفي اخر فيديو ليه بيعرفوا انه حاول يساعدهم بس اكتشفوا انهم خطر فقتل واحد منهم وانتحر. روي كمان بيقول لهم في التسجيل لو حد عاوز يهرب من المكان ده يروح جنب يافطة مكتوب عليها 134 ويمشي هناك ورا الطيور لحد ما يوصل عند النهر، وهيركب هناك زي قارب او مركب وهيقدر يخرج من هناك بكل سهولة. كلهم ما بيكونش مصدقين نفسهم انهم لقيوا الحل. الخوف لسه جواهم بس لأول مرة بيحسوا ان في امل، وبيقرروا ان هم لازما يمشوا تاني يوم الصبح. ومع طلوع النهار بيتحركوا وبيمشوا على حسب كلام روي، وبيوصلوا عند اليافطة 134 وبيسيبوا الهدهد علشان يمشوا وراه. والليل خلاص بيكون بيليل عليهم والكائنات هتطلع عليهم، والتوتر خلاص بقى بياكل اعصابهم من كتر الخوف والرعب، لحد ما بيوصلوا عند النهر. وفجأة من اللا شيء بيظهر جون وبيقول لهم استنوا. الفريق كله بيجري ناحية القارب ما عدا دانيال اللي بيروح ناحية مصدر الصوت. الكل بيكون عمال يصرخ في دانيال وبيقولوا له سيبه ده مش جون، بس دانيال ما بيسمعش الكلام، وفجأة الكائن ده بيخلص عليه خالص. الفريق بيهرب في القارب والكائنات كلها بتطلع عليهم من كل مكان زي السيل. ايديهم بتكون بترتعش وهم بيجدفوا، ولكن في النهاية بيقدروا يخرجوا بره الغابة. تاني يوم مينا بتروح الجامعة اللي كان فيها البروفيسور روي علشان بتكون عاوزة تعرف الحقيقة، فبتلاقي أوراق وصور وتسجيلات وبتكتشف الكارثة، وبتجري تحذر كايرا وبتعرفها بالحقيقة، وبتقول لها إن مندلين الحقيقية كانت مرات البروفيسور وماتت سنة 2001، وإن اللي كانت معاهم واحدة من الكائنات ونصها بيكون من البشر والنص التاني من الكائنات وبتقدر تمشي في النهار عادي. فجأة مينا بتكتشف إن كايرا داخلة عليهم بالعربية، وإن اللي قدامها دي مندلين ومتجسدة على شكل كايرا. مينا بيكون قلبها بينبض من الخوف والرعب، وفي الوقت ده نفسها الأرض تتشق وتبلعها. وفجأة بيظهر دانيال بعد ما تحول لكائن وبيضرب كايرا الحقيقية، وبيحاول يلحق مينا علشان يضربها، ومينا بتحاول تهديه وبتقنعه انه متظلم وانه شبه البشر. وفجأة بتظهر مندلين وبتتحول على شكل البروفيسور. مينا بتحاول تهرب ومش عارفة تروح فين، وحاسة انها في دوامة ومش عارفة تخرج منها. وفجأة بيظهر كائن شبهها وبيخنقها، ومينا بتحاول تشرح لهم انها ملهاش اي ذنب في اي حاجة علشان يسيبوها. والكائن بيفتح جناحاته وبيطير، ومينا بتجري على كايرا وبتفوقها، وبتقدر تخرج من الدوامة دي وبترجع لأختها لوسي التوأم، وبتحاول تبدأ حياة جديدة بس بتكون حاسة ان المراقبين لسه بيراقبوها. وفي آخر لقطة بنشوف بنت صغيرة واقفة تحت البيت، ملامحها بتكون غريبة ومرعبة، وبنفهم انها واحدة من المراقبين
وإن الحكاية لسه ما انتهتش والخطر لسه مكمل، وبيخلص الفيلم على كده، بس أفلامنا ومسلسلاتنا لسه ما خلصتش. يا ريت تحط اللايك الجميل، ويهمنا رأي حضراتكم جدا في التعليقات، ويا ريت لو تشتركوا في القناة علشان كل ما ننزل فيلم جديد يوصل لكم، والأهم من كل ده يا ريت تصلوا على النبي. شكرا للجميع.